السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة بعنوان ماذا يحدث في نادي الزمالك. في عجالة، ما يحدث في الزمالك هي مجموعة من الأخطاء الإدارية أدت إلى ما رأيناه من أمور فنية في الملعب. يعني هي بدايتها أمور إدارية أدت إلى أخطاء فنية. لذلك المفروض ان انا لو هبدا احل واخرج من الاخفاق اللي انا فيه، اشوف اسباب الاخفاق ايه وبالتالي اعالجها عشان اخرج منها. اي فرقه في العالم معرضه ان هي يبقى عندها اخفاقات، ولكن عندنا في مصر لما الزمالك بيقع بتلاقي الدنيا كلها قايمه لسبب ما برضو يخص الاداره الرياضيه في مصر، وهم هدفهم ان يبقى في قطب اوحد. وده الامور دي من زمان، مش هنعيش في نظريه المؤامره، ولكن الاداره الناجحه ان انا اشوف ايه اسباب الاخفاق وبالتالي اشتغل عليها. طبعا الصفقات اللي ابرمها الزمالك في الفتره الاخيره صفقات دون المستوى، ده رقم واحد. رقم اتنين، لابد من حل جذري لموضوع المدير الفني. فيريرا هيكمل ولا مش هيكمل؟ الراجل فيما يبدو ان هو مش عارف يكمل في الزمالك تاني، وفيما يبدو ان تواجده حاليا من اجل الشرط الجزائي فقط لا غير. يبقى الراجل خلاص، ثانك يو مستر فيريرا، والراجل يمشي ونشوف غيره. ايضا لازم مرتضى منصور يتقال له اهدى شويه، كفايه. مش هينفع تحارب في كل الجهات، مش هينفع تشتم كل الناس. مهما تكون انت قوي صعب انك تحارب في كل الاتجاهات. دي روشته بسيطه جدا وفي السريع. اتمنى ان كل الفرق في مصر مستواها يتحسن، ده كله هيعود على الكره المصريه بوجه عام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.